هذول هم شعب الباجاو، شعب بيعيش على المي من آلاف السنين. كم بتقدر تحبس نفسك تحت المي؟ احنا عند الباجاو في اندونيسيا، راح نخوض ونتعرف على كل الباجاو، كلهم في كل مكان موجودين، نعرف كيف حياتهم. شعب الباجاو هم غجر البحر، موجودين بهذا الجزء من العالم، بتوزعوا على 3 دول، أطراف من الفلبين وإندونيسيا وماليزيا. بيوتهم وحياتهم كلها على البحر، متقاربين جدا رغم أنهم من دول مختلفة، معظمهم مسلمين وعندهم قدرة عجيبة بالبقاء تحت الماء أكثر من 13 دقيقة عند الصيد. كتبت عنهم ناشونال جيوغرافيك، وانعمل عنهم أفلام كثير وظهروا في كثير من القنوات. اليوم رح نزورهم، ومش بدولة واحدة، رح نسافر دول لنفهم ونغوص معهم بثقافتهم بالفلبين وإندونيسيا بهذا الفيديو. أول شيء رح نبدأ بالفلبين، في رخبيل سولو، وتحديدا في جزر تاوي تاوي. بيحكوا إنه هاي أخطر منطقة بالفلبين. هل هذا صحيح؟ كيف هذول بتنفسوا تحت المي؟ طبعا عدد السياح هون 0. Is it dangerous؟ تحت العقارب. جزيرة سيتانكاي تاوي تاوي. في هاي الجزر رح نبدأ بالفلبين. كان لازم نوصل للعاصمة مانيلا، ومنها طلعنا على أكثر من مدينة لنوصل تاوي تاوي. قرى على البحر كلها قرى مسلمة. هون البساطة، هون الباجاو، هون الفلبين. هون 99% من سكان هالجزيرة مسلمين في أقصى جنوب الفلبين. Welcome to Philippines. الآن شهر رمضان، كل أهل المدينة صايمين. رايحين على الفطور. First time fasting. أكثر من نص مليون شخص عايش في هالجزر. هذا المسجد الرئيسي هون في المدينة والأكبر، بقول لك أكثر من 1000 شخص هون بيجتمعوا على الفطور. السلام عليكم. عزمنا على الفطور. الله يتقبل، الله يتقبل. عازمين الكل، بعزم كل المدينة تقريبا. وبعدها رح ننطلق على سيتانكاي. بعد 3 طيارات رح نطلع بسفينة تقريبا 2 لنوصل أقصى جنوب الفلبين. وهي بتكون أول جزيرة فيها الباجاو، منعزلين عن العالم. هاي هي سيتانكاي. هون الناس كلهم عايشين على المحيط. تخيلوا عدد الناس الهائل هون، بيقضوا وقتهم بالبحر أكثر من الأرض. طلع البيوت كيف. فينيس اوف ذا ساوث. يس، هذه المدينة العائمة بالفلبين. طبعا عدد السياح هون 0. ليش؟ لأنه بالفلبين في سمعة سيئة عن المكان هذا، بيقولوا إنها هي أخطر منطقة بالفلبين. وين الخطر؟ وليش السمعة السيئة؟ عجيب كيف الناس عايشة هون، سبحان الله. زمان شعب الباجاو كانوا يبنوا قواربهم التقليدية اللي اسمها ليبا ليبا، قوارب خشبية بسيطة لكنها متينة. 80% من البضائع هون تيجي من ماليزيا، و20% من الفلبين. طبعا ماليزيا 3 ساعات من هون بالقارب، وبتقدر تشتري النت عن طريق إيلون ماسك، ستارلينك. أنا فرجيكم. اوكي we're gonna get انترنت. عشان توصل للستارلينك
من هون بتشتري بالساعة. هاي أخذت ساعة، ساعتين. done. Yeah, you connected. الحين على عائلة هسه ننام عندها. Is the room here? Yes. Where? Here. راح ننام الليلة. أحلى شعور، ابعد عن العالم شوي بعدين ارجع. هون الفلبين. So amazed in this place. People are friendly here. مظلوم المكان هذا. Why it has bad reputation? Because in the past years, there's Abu Sayyaf. The hands of the Abu Sayyaf. What is the story? One of the 5 Malaysians abducted by Abu Sayyaf gunmen on July 19. Kidnappers demanded a large ransom. فأخذت السمعة السيئة هاي فصاروا نفسهم الفلبينية بالشمال في مانيلا وهيك صاروا يخافوا يجوا لهون. فإحنا قاعدين بنفرجي إنه يعني هذا أبو سياف يعني راحت فترته يعني خلص الأمور تمام خرب سمعة المكان. طلع كم اخطبوط. كل شيء بدأ من جزر الفلبين. هنا شعب الباجاو نشأوا كبحارة ماهرين وصيادين متنقلين. البحر كان حياتهم والنجوم هي دليلهم. لكن بسبب الأحداث السياسية والحروب قرروا ترك موطنهم والهجرة بحثاً عن حياة أفضل، وهيك انتشروا في بحار إندونيسيا وماليزيا. يتنفس، هل يتنفس تحت الماء؟ لا كيف يعني يستطيع يستطيع التحمل؟ ما هو السر؟ هل هو الممارسة من الصغر أم طبيعة الأكل؟ ربما ممارسة أولا. ممارسة يوميا في البحر. نعم. 20 years دايفنج. diving. حاليا راح نروح نصيد معهم. Let's go. ولكن لازم ننزل تحت المي معهم ونشوف مدى قوة تحمل نفسهم. Bro, it's how many minutes now? 3 minutes. I think so. عجيب لقيته بصفر قبل ما ينزل بقعد بصفر طلع صوت أكثر من 5-6 مرات بصفر بعدين بنزل. في رحلة الفلبين ما قدرنا نتعمق كثير مع شعب الباجاو، كان لازم نزور دولة أخرى نقدر نغوص معهم ونشوف مدى قوة تحمل نفسهم ونفهم أكثر السر. عشان هيك كان لازم أسافر على إندونيسيا. هاي هي جاكرتا، المدينة اللي عدد سكانها أكثر من 11 مليون، ومعنى جاكرتا المزدهرة التي لا تقهر. من جاكرتا اتجهنا إلى جزيرة سولاويسي. هاي جزيرة العجائب. تقع جزيرة سولاويسي في الجزر الشمالية لإندونيسيا، فيها ناس من الأطيب في العالم. إندونيسيا وفيها غرائب وعجائب هالجزيرة. أخذنا 3 طيارات وسقنا ساعات طويلة لنوصل. ونحن وقفنا لكي نتغدى وبعد ذلك نكمل رحلتنا الطويلة التي لم تنتهي منذ يومين. Saya orang Bajo, terdampar di desa Filipina dari nenek moyangnya kita mencari sampai terdampar di Kepulauan Sulawesi Tengah di desa Kawalutan, suku Bajo yang ada sekarang ini di desa Kawalutan. متجهين الآن إلى باجاو إندونيسيا. من الباجاو في الفلبين وصلنا على قرية الباجاو في إندونيسيا. نشوف إيش الفروقات، كيف مختلفين هم هدول
غجر البحار عايشين هون متقاربين جدا، هم بفصلهم البحر. هاي القرية شوفوا راح ننام فيها الليلة. خلينا نشوف كيف حياتهم، راح يستقبلونا وجايبين معنا بعض الهدايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. استقبلنا عنده بالبيت هون. راح نعيش في هاي القرية منعزلين عن كل إشي يومين. بسم الله. هذا عملوا عنه فيلم كامل. صاحب البيت هذا كان هو البطل، اسمه جاكو. Dulu Master Jago ini فيش. Halo. Asli Bajo. Sugar. Bajau dessert. Crispy. Baik, terima kasih. Bajau Indonesia. Tunggu, siapa yang kena dapat? Let's play football. كريستيانو أو ميسي؟ ميسي. فوتبول؟ صرنا على الملعب. هاي نشاطات غير السباحة عندهم. في نص البحر هيك عايشين. القرية اجتمعت. رح ننزل على البحر هسه. نطلع بهذا القارب. حان موعد الصيد والغوص العميق مع شعب الباجاو في المحيط، والكل بيجهز حاله. Love this. Selamat datang. اليوم شعب الباجاو مشهورين بمهاراتهم الخارقة. واحد منهم قاعد 13 دقيقة تحت المي. تخيلوا انهم بغوصوا لعمق 70 متر بدون معدات اكسجين. وشعب الباجاو بيصيدوا أكثر من 200 نوع من الأسماك باستخدام أساليب تقليدية زي الرماح والخيوط اليدوية. بقول لك انه الباجاو بالقرن ال18 و19 كانوا قراصنة في هاي المناطق في البحار، وكانت تطاردهم الدول. بعدين صار لهم هوية وصار لهم جنسية وبطلوا قرصنة. وهسه هاي الأساليب مع تغير الزمان قاعدة تتغير،
لأنه اليابان بتيجي هون بتاخذ أسماك بكميات هائلة بأساليب حديثة طبعا، فأثرت كثير على الباجاو وصيد السمك عندهم. هسا بدي أنزل معهم حاولت أنزل معهم ولكن ما قدرت أكمل أكثر من 30 ثانية تحت المي. مش عارف كيف بيقدروا هذول من غجر البحر. برو جيب لنا بعض السمك للأكل. برو انتظر دقيقة. Kehidupan orang Bajuk itu mencari tanpa air laut. Bajuk itu tidak hidup. Karena Bajuk itu tempat mencarinya itu cuma di atas laut saja. هذا جاكو يلقب بمان اوف ذا سي، 89 سنة وطلع بوثائقي بالبي بي سي، انشهر كثير، له قصة قوية. ولكن يوم من الأيام فقد ابنه في البحر. Laki-laki Sakti mati. ولكن هو أسطورة هون، معروف جدا. Jadi pengalaman yang saya dapat di mana-mana kampung itu tidak sempat kita bikin. Sudah pusing saya. البحر يبقى بحر. جاكو. Ya, jago. He takes one last breath. هاي أنقى بحيرة بالعالم. هذول هم شعوب الباجاو. باي باي everyone، باي باي. باي باي. اشتركوا بالقناة ضروري. سبسكرايب. شعوب الباجاو صورناهم السنة الماضية بالفلبين بشهر 3، وصورنا باندونيسيا بشهر 12، وجمعناهم بقصة واحدة. لا تنسوا اللايك وتشتركوا بالقناة. واصوات المياه هاي شفتوها؟ هاي استخدمناها عن طريق الدمك ساوند. هم الرعاة ودائما هم الداعمين. معظم الأصوات اللي بالفيديو من عندهم. أكثر من 50,000 مقطوعة موسيقية و200,000 مؤثر صوتي، بالإضافة لخاصيات أخرى بتخليك تلاقي الموسيقى المناسبة للقصة. وكمان لأول مرة في شيء اسمه فويسز اللي راح تكون متاحة في آخر شهر 3، وهم تقدروا تحولوا النصوص لتسجيلات صوتية معبرة وحيوية باستخدام أصوات فنانين محترفين مدعمة بالذكاء الاصطناعي. استخدموا هسا كود جو 50 واستفيدوا من 30 يوم مجانا وخصم 50% أول شهرين. رابط بالوصف. دمك ساوند. عندي طيارة. رمضان كريم.